السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشارك معكم حلوة اللوز بجميع الأسرار ديالها. باش تصدق معكم، هنا درت أنا غير نص كيلو نتاع اللوز، عطاني كيلو وربع نتاع الحلوة اللي عطاني كمية كثيرة تبارك الله. نص كيلو نتاع اللوز صايبوها في رمشة عين بجميع الأسرار ديالها باش تجيكم الحلوة بحال هكا مذهبة، ما كتنفخ معكم في الفران ما حتى شي حاجة، وكتجي معلكة ما شاء الله. شوفوا كي كنكليكي عليها كتجي معلكة كتذوب في الفم. غنعطيكم جميع الاسرار من العقده نتاع اللوز حتى العجينه، وغادي نعطيكم كذلك باش طيبوها يا في الفران الضوء يا في الفران الغاز، المهم اللي عجبكم بغيتو طيبوها. جميع الاسرار باش تصدق معكم وما تنفخش لكم في الفران وتعطيكم هذا اللون الذهبي. ودائما كما كنقول لكم الطريقه اهم من الوصفه. بقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا جميع التفاصيل. نبداو على بركه الله. كما كتلاحظوا هنا انا نص كيلو نتاع اللوز اللي شديته غسلته واحد جوج غسلات بالماء بارد، وفي نفس الوقت راني دايره الماء كيطيب في الغلاي هكا باش غادي ندير ليه الماء السخون وما يشرب لياش الماء اكثر من القياس. غسلته جوج مرات باش هكا كيتحيد منه داك التراب ديالو اولا ديك الغبره ديالو الحمراء. وشديته ديك الساعات حطيته في كاسرونه ورديت عليه الماء الطايب، شعلت عليه البوطه جهدتها عليه وخليته غير جات طالعه فيه الغليه. صافي كنصفيه في شي شبكه من داك الماء ديالو. صافي درتو بحال هكا في هاد الكتانه هادي اولا منديل، كل واحد شنو كيقول ليها. كنبقى كنفرك فيه بحال هكا وكنقي، كنبقى كنهز بحال هكا. الفيديو راه موضح باش ما كنبقاش نقي حبه بحبه تما كنبقى. وعلاش كنديرو في الكتانه بالضبط البنات؟ باش كيشرب ليا داك الماء الزايد كامل. شوفوا كي كيخرج، كنوريه لكم كيخرج ناشف. صافي انا مباشره كنبقى كنخدم فيه، ما كنخليهش عادي يزيد ينشف. الا نشف اكثر من القياس راه ما كيجيكمش معلك. انا كندير له هاد الطريقه هذه بالكتانه، كنفركو مزيان باش كي داك الماء الزايد كيتحيد، وفي نفس الوقت كنقي اللوز دغيا دغيا خفا زربان، يعني ما كنتعطلش فيه. صافي من بعد ما نقيته وزنته في الميزان عطاني 426 غرام تاع اللوز. درت ليها نصف الكميه ديالها اللي هي 213 حتى 214، ماشي مشكل. نتاع السكر سنيده. دائما اللوز الذي تخدموه الذي تخدموا به عبروه من بعد ما تنقيوها البنات، ونصف الكميه ديالو كديروها هكا نتاع السكر سنيده باش كيجيكم الحلاوه هي هذيك. انا هنايا ديال نطحنوا في هاد الطحانه هذه نتاع الكفته، درت هذيك الشبكه الرقيقه كاع كما كنوريها لكم. اللي عندها مولينيكس طحنوا في مولينيكس، اولا تخرجوا على برا يتطحن مره واحده. انا عندي هنا كنطحنوا غير في الدار في هاد الطحانه هذه نتاع الكفته. المهم طحنوا في ديك الشبكه الرقيقه كاع، كاينه العريضه وكاينه الرقيقه. درتو هنا المره الاولى غادي نطحنوا بحال هكا، غادي نخرجوا مره واحده. واللي عندها مولينيكس البنات اول حاجه دوزو في الهشوار كما كنت كنديرو معكم في الفيديوهات اللي قبل. رجعوا الفيديوهات اللي قبل كنت كنطحنوا انا في الطحانه العاديه ديك اللي راكم عارفينها، راه مشهوره كتعلك اللوز، ولكن انا عندي صغيوره. خاصني نبقى نخدم غير شويه بشويه وكتاخذ ليا الوقت. صافي وليت كنطحنوا في هاد الطحانه هذه نتاع الكفته، راه دغيا دغيا كتسربيني، ما كنتعطلش فيه نهائيا، خفا زربا. وفي نفس الوقت كدلك ليا هاد اللوز تخرجوا مدلوك. المهم كما قلت لكم اللي ما عندهاش الامكانيات تخرجوا على برا تطحنوا ب6 دراهم الكيلو وتهني راسها من كسر التماره. الطحنه الثانيه البنات كندير ليه ماء زهر، انا درت ليه نص كاس نتاع ماء زهر خلطته وليته طحنته. الطحنه الثانيه هنا كيبقى لي داك شويه لاصق في الطحانه، كنولي عاود ندير الاول الاخر باش كنخرج داك التالي. ما عرفتش واش فهمتوني، وصلت لكم الفكره. داك التالي اللي كيبقى راه كيبقى ما مطحونش، كنولي ندير له الاول اللي طحنته باش يخرج داك التالي. المهم كما كتلاحظوا من بعد ما طحنته الطحنه الثانيه غادي نضيف له هاد المكونات هادو. انا هنا غادي نضيف واحد راس معلقه هنا كبيره نتاع النكهه نتاع اللوز، كتعطي واحد المذاق زوين البنات. راه هاد البواطه هذه كتباع 5 دراهم. واللي بغات دير الروح نتاع اللوز ما ديروش، كنفضل ان ما ديروهش، كي من بعد كيعطي واحد اللوغو خايب للحلوه. ديروا النكهه كتبقى ديما، واخا يبقى لكم مده طويله كتبقى فيه ديك المذاق زوين. المذاق نتاع اللوز كيجي مجهد وكيجي زوين. صافي ضفت واحد المعلقه كبيره نتاع الليمون معسل، انا معسله هاد القشور نتاع الليمون وطحناه مجفاه وطحناه. المهم اللي بغات دير مذاق هكا نتاع البرتقال تشريه على برا معسل، اولا تخدموه في الدار. وحتى الا بغيتوه وقولوها لي نحطوا لكم هنايا في القناه الطريقه ديالو، كيجي رائع زوين بزاف.
واللي ما بغاتوش البنات يمكن لها تستغنى عليه نهائيا. راه انا شحال من مره خدمت معكم حلوه اللوز، رجعوا للفيديوهات القدام كنخدموا لكم بلا هاد قشور الليمون غير بوحديتو، حيدوه غير هو، وباقي المقادير ديروها ما تنقصوا حتى شي حاجه، غير ديك المعلقه نتاع البرتقال اللي تحيدوها. ضفت واحد المعلقه كبيره نتاع الزبده، درنا البنات اللوز ودرنا المقادير غاليين وداك الشيء، نديروا من الاحسن معلقه نتاع الزبده حيوانيه، ما نخدموش بالزبده نتاع المارغرين. درت معلقه اللي هي 30 غرام نتاع الزبده. صافي خلطت كلشي كما لاحظتوا، وليت رجعته في الطحانه المره الثالثه. دابا بحال اللي كدلكوا ليا هاد الطحانه هذه، ما غاديش ندلكو بيديا. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش هاد الطحانه هذه نتاع الكفته، غادي تدلكوه بيديكم. ديروا المهم في المجموع كاع من الاول حتى الاخر فاش تخدموها. ما زهر غادي ديروا غير نص كيلو نتاع اللوز، كديروا فيه نص كاس نتاع ما زهر. صافي ودي دلكوها البنات حتى ترجع لكم معلكه. انا غادي نوريكم القوام ديالها فاش كنبقاو كنجبدوا العجينه نتاع اللوز. العقده نتاع اللوز كتجينا معلكه مع بعضياتها، كتجي بحال لاستيك، كنبقاو كنجبدوها، ماشي حنا كنديروها بحال هكا وهي كتقطع بوحديتها. شوفوا فاش كنشكلوها هكا كعب غزال كتجينا ملسه، ما فيها لا حبيبات لا حتى شي حاجه. وفاش كنجبدوها بحال هكا خاصها تجينا بحال هذا القوام معلكه. صافي من بعد ما ساليتها مباشره البنات بقيت كنديرها بحال هكا كويرات. الوزن ديال كل كره 16 غرام. من الاحسن كتوزنوا باش هكا كيجيكم كل حبه قد اختها، ما كيجيكمش وحده كبيره وحده صغيره، باش كيجي المنظر ديالهم زوين. حطيتهم على جنب، درت لهم السلوفان وغادي ندوز باش نخدم معكم العجينه. درت 750 غرام نتاع الدقيق اللي شديته بطبيعه الحال غربلته، والدقيق يكون من الاحسن الدقيق الخاص بالحلويات. درت 37 غرام نتاع الزيت. وهنا الزيت البنات راه الدور ديالها مهم بزاف بالعجينه باش ما كتبقاش تنشف ليكم. فاش ديك العجينه كتبقى كتشيط وكتبقاو كتعاودوها، راه هاد الزيت كتخليها ما تنشفش ليكم، كتبقى العجينه بحال جديده. يلاه دابا عاد عجنتوها. انا بزاف العجينات اللي جربتهم، ولكن هذه احسن عجينه هي هذه اللي كديروا فيها الزيت. غادي نضيف واحد 2 معالق كبارين نتاع العسل باش يعطينا داك اللون الذهبي اللي شفتوه في الحلوه. الا بغيتوا البنات الحلوه تكون غير بيضه، ديروا عوض 2 معالق كبار نتاع العسل كديروا 2 معالق كبارين نتاع السكر كلاصي. غادي نضيف 150 غرام نتاع الزبده اللي تكون من الاحسن حيوانيه. ذوبتها حتى كترجع نوازيط. المهم كيتحيد داك الحليب ديالها منها وداك الماء ديالها حتى كتبقى اللون ديالها كيرجع كيتبدل اللون ديالها بحال كيرجع مارون. غادي نضيف واحد القبيصه نتاع الملحه، وغادي نبقى كنبسبس في هذا الدقيق هذا بحال هكا. كندخل الدقيق كامل فيه ديك الزيت وديك الزبده، وعاد غادي نضيف ديك البيضه اللي غادي تكون بحراره المطبخ. وداك الكاس راني مخلطه البنات ما بين الماء وما زهر. اللي ما عندهاش ما زهر دير الماء ودير فيه واحد الساشي نتاع زهره البرتقال او لا ساشي نتاع الزهر. والمهم داك الكاس اللي يكون فيه الماء والماء زهر غادي يكون دافي ما يكونش بارد، باش ديك الزبده ما تجمدش ليا في وسط العجينه وتجينا بحال هكا حبيبات باينه في وسط العجينه، باش تجينا ديك الزبده متجانسه مع الدقيق. صافي غادي ندخل هذا الكاس كامل نتاع الماء في هذا الدقيق هذا، والعجينه تكون دائما قاصحه كما كنقولها لكم، ما تكونش جاريه باش ما تضيع، باش ما تجيناش حلوه اللوز ضايعه. تجيكم تكون قاصحه باش تشكل لكم حلوه اللوز كما بغيتو. حيت انا هنا غادي نصايبها، غادي نعجنها، ما غادي ندلكها ما حتى شي حاجه البنات، غادي نخلطها، غادي نديرها كويرات، وغادي ندير لها السلوفان ونخليها تبات ليله كامله. هي راه كتقعد ترتاح. ضروري ما كتخليو العجينه واحد الساعه تخدموا بها على الاقل. اللي بغات تخليها تبات كما انا كندير ديما كنخدم هذا الشيء هذا بالليل، لا غدا ليه في الصباح كنوض كنصبح عليها هي الاولى كنبدا كنخدمها. كيجيني كل شيء موجود، كل شيء ساهل، وكنبدا بها بالخدمه. الا كان الحال بارد، بالنسبه الحال بارد كنخليها تبات انايا على برا. وإلا كان الحال سخون كندير لا حلوه لا العقده نتاع اللوز لا العجينه كنديرهم في الثلاجه حتى لغدا ليه عاد كنجبدهم واحد ربع ساعه بحال هكا وكنبدا كنخدم بهم. ولا كما قلت لكم بغيتوا البنات تخدموها غير على ساعه، المهم تخليو العجينه واحد نص ساعه هكا ترتاح ولا ساعه، تبداو كتخدموا بها باش كتطلق الخيط. هنا كما كتلاحظوا هاد الكميه نتاع اللوز اللي درت انا البنات نص كيلو نتاع اللوز، غادي ندير معاه غير ربعه نتاع الدقيق. المهم هاد الكميه انا اللي درتها لكم غادي تقسموها على 3. المهم انا غادي نعطيكم كميه العجين باش هكا ما نخربقكمش. كميه العجين نتاع رابعه غادي نحطها لكم في صندوق الوصف، ونتاع كيلو حتى هي غادي نحطها لكم في صندوق الوصف. هذا كيلو قل ربع نتاع العجينه كنخدم به كيلو نتاع اللوز. منين كديروا كيلو نتاع اللوز كديروا معاه كيلو قل ربع نتاع العجينه. هذيك انا البنات صورتها حيتاش هاد العجينه هذه حيتاش راني خدمت واحد لا كوموند وما صورتش هاد العجينه هذه، كانت يعني شاط لي واحد شويه العجينه
وخليتها خدمت بها هاد الشيء هذا ليا. كنت دايرها في الكونجيلاتور، يلاه جبدتها. والعجينه دائما فاش تشيط لكم دسوها في الكونجيلاتور، راه ما كتخسر ما حتى شي حاجه. دابا هاد الشويه هذا انا اللي كان باقي لي رابعه نتاع العجينه، كانت شيطه لي من واحد لا كوموند، وكنت دايرها في الكونجيلاتور، جبدتها بديت كنخدم بها. صافي كنبقى كنرققها بالدلاك. اول حاجه كندوزها في الماكينه. اللي ما عندهاش الماكينه البنات بغات ترققها بالدلاك كترقوها حتى كترجع رقيقه، ما كتخليوش العجينه غليظه نهائيا. انا كندوزها البنات في ديك الماكينه اللي كترقق. المهم كندوزها، كاينه كاع الرقيقه كاع اللي قبل منها، النمره اللي قبل منها كاينه الغليظه كندوزها انا اول حاجه في الغليظه باش العجينه كتسرح. عاود المره الثانيه كندوزها في ديك ما قبل الاخيره، كاع الرقيقه كاع اللي قبلها، باش كتجيني العجينه هي هذيك. الا دوزناها في الرقيقه بزاف غادي تبقى تقطع لينا العجينه. صافي كنبقى كنشكلها بحال هكا على شكل كعبه. يعني وريتكم الطريقه، يعني راها باينه، وغادي نعاود نخدم معكم واحد الحبه اخرى باش تشوفوا. العجينه ديما كنبقاو نطلعوها من التحت وكنغلظوا لها هذا الراس ديالها باش كتجي دايره بحال شي شكل تاج، وكنجمعوها بحال شكل شي كعبه. كنبقاو كنجمعوها مع الجنيبات، ما نخليوهاش دايره كبيره هكا موسعه. ديما نجمعوا لها دوك القنيتات ديالها مع الجناب باش كتجي دايره. صافي كنبقى كنقش انا بهذا المنقاش هذا، حيتاش بغيت نديرها منقوشه. في هذه الحاله هذه اللي ما بغاتهاش منقوشه، بغات تخليها سامبل، تخليها سامبل البنات. انا بغيت هذيك المنقوشه من الفوق. المهم كنشد بحال هكا النقاش، كنبدا كنحطو في الطحين وكنقش به. راه واخا كتقطع لكم بحال هكا من الفوق شي شويه، ولكن معليش ضروري ما كتقطع شي شويه بالمنقاش. المهم فاش غادي طيب ماشي يجي باين داك العيب ديالها. كنبقى كندير بحال هكا ومن التحت كاع كما كتلاحظوا. انا بغيت ننقشها حتى من التحت، كنشد هذيك النقاش ديك اليديده ديالو كنبقى نحطها في الدقيق، وكنبقى كنحطها باش كتجي مزوقه. الا بغيتوها تبقى غير سامبل صافي خليوها بلا ما توليو عاود تزوقوها من التحت، ديروا ديك الطريقه اللي درت انايا. صافي نوري نعاود معكم هاد الحبه باش كتشوفوا الطريقه. حتى كنزير مزيان وكنخرج داك الهواء كامل اللي فيها البنات، اللي في العجينه، باش ما تبقاليش الكعبه فيها داك الهواء من الداخل وتبقى تنفخ ليا في الفران. عاد كنبقى كنقطع بحال هكا بالجراره، وكنقطع بعيد العقده. الا قطعتوها لحد في القد نتاع العقده غادي تحل لكم في الفران. صافي من بعد ما كنقطعها بحال هكا بالجراره عاود كنحطها وكنبدا كنشوف الا خاصها شي حاجه. المهم دائما كنرقق من التحت، ما كنخليهاش كاع رقيقه عاود بزاف. كنبدا كنطلع بحال هكا من التحت كنطلع للفوق باش كتجيني بحال هذا الشكل هكا، وما كتهرش ليا من الفوق. الا درنا لها داك الراس رقيق بزاف ما كتجيش لا في المنظر زوين، وعاوتاني كتبقى الحلوه كتهرس لكم. دائما ديروا لها بحال هذا الشكل هكا. صافي وكنزوقها بحال هكا بهذاك المنقاش. كنزوقها عاود من الفوق، المهم من التحت ومن الفوق باش كتجي زوينه في المنظر. صافي غادي نمشي مع هاد الكميه هذه كامله حتى نساليها، وندوز عاود نخدم معكم الشكل الاخر باش تشوفوه كي كيجي. الشكل الاخر البنات خدمتهم غير بدوك المطابع، تعرفوا ما كياخذوا لا وقت لا حتى شي حاجه، دغيا دغيا خفه نزربن. المهم حتى هما كنخرجهم في نفس العبار اللي خرجت الاول. دائما حلوه اللوز العجينه ديالها كتخرجوها في هذا العبار اللي قلت لكم الا درتوها في الماكينه. اما الا درتوها بيدكم دلكتوها بالدلاك راكم كديروها رقيقه بطبيعه الحال، هو السمك ديالها باين. صافي كنقطع بحال هكا بالقطاعه البنات هذيك المدوره اللي كيكونوا الكبيره في الصغيره. المهم كناخذ الكبيره كاع، كتاخذوا اللي قل منها شويه، هي اللي قطعت بها الدوائر باش كيجيو يلاه قد هاد الكره هذه. واخا تديروها كبيره ماشي مشكل. المهم كديروا بحال هكا الكره وكتجمعوا ديك العجينه فين كتلاقى، وكتحيدوا داك الزايد اللي كيكون ديك العجينه الزايده كامله كتحيدوها. صافي كنجبد انا هاد المول هذا البنات اولا هاد المرشم هذا نتاع حلوه التمر، كنخدم به حتى حلوه اللوز راه كينفع بزاف. المهم كنديرو في الدقيق ضروري باش ما كتلصقش ليا هاد العجينه هذه هنايا. وكنبقى كنكليكي عليها وكنخرجها بحال هكا. نمشي عاود مع هاد الكميه كامله اللي بغيت غادي نساليها كلها، حيتاش انا هاد العجينه نتاع حلوه اللوز اللي درتها معكم قسمتها على 3 الاشكال. درت الشهده، ودرت هاد الحلوه نتاع الورده، ودرت داك كعب غزال. الكعب غزال المنقوش. كتلبسي ليا الهضره البنات. صافي انا جبت هذا نتاع الشهده البنات. منين تبغيو تاخذوا خذوا هذا نتاع النحاس زوين كيخرج الطبعه غزال. المهم انا نتاع البلاستيك ما مجرباش، ولكن هذا كيجي زوين كيخرج الطبعه زوينه وما كيخليناش الحلوه تنفخ. صافي كنديرو في الطحين
نحطو نطبع به هاد الحلوه هادي. وفاش كنطبع فيها البنات كنبقى نكليكي بيدي بصبعي، ها نتوما كتشوفوا في الفيديو باين كنكليكي بصبعي حتى كتخرج الحلوه اولا العجينه من الفوق، يعني باش تجي ضروري مطراسيه مزيان. وكنبزطها بحال هكا باش كتشد الفورمه نتاع الحلوه وكتجي كلشي الحلوه كلشي تقاده وحده. ضروري ما كتبزطوها حتى كتخرج بحال هكا البنات، حتى كتجي مطبوعه مزيان. وكما قلت لكم واخا كتقطع شي شويه معليش راه ما كتجيش باينه. المهم انا منين ساليت هاد الكميه هادي كلها نتاع هاد الحلوه البنات خليتها كتنشف، حطيتها فوق واحد الطابله حدا السرجم وخليتها كتنشف. المهم انا خليتها النهار كامل حتى الليل عدزت باش كنطيب فيها. كنبقى نتقب هاد كعب غزال بواحد الابره. المهم بحال هكا انا هاد الفنيته هادي مخليها خصيصا لهاد الحلوه هادي تكون نقيه اهم حاجه. وصافي كنبقى كنتقب كعب غزال من التحت، غير من التحت كنتقبو باش كنتفادى انه يتنفخ. هاد الوريده هادي كنتقبها بحال هكا من الوسط بزاف تقبات، كندخل الابره من الفوق حتى كتخرج من التحت. وبالنسبه لهاد الشهده هذه اللي نتقبها بحال هكا مع الجوانب ندور عليها كامله باش كنتفادى ان هاد حلوه اللوز كاع تنفخ ليا نهائيا. كندهنها بالزبده بحال هكا باش كتعطيني داك اللون الذهبي. المهم غير شوي شوي كندهنها الحلوه كلها غادي ندور عليها عاد غادي ندخلها للفران. الفران في هاد الاثناء البنات راه بارد ما كنسخنو ما حتى شي حاجه، غادي ندخلها للفران تاع الغاز. كنحطها في الطبقه كاع الفوقانيه كاع كما كتلاحظوا، ماشي في الطبقه اللي على النار، الطبقه كاع الفوقانيه كتكون واحد الطبقه. وكنمهال عليها النار ونخليها كطيب. خدات ليا ساعه قل ربع. المهم كنخليها كطيب غير تما حتى اللون كيذهب ديالها، ما كنشقاش ننزلها لتحت. وإلا بقات لكم بيضه، المهم كل فران على حسب، الا بقات لكم بيضه كتنزلوها غير شويه لتحت وتحلوا عليها الفران وتبقاو مقابلينها، ما كتسدوش عليها الفران حيت لتحت راه دغيا دغيا كتاخذ اللون. وإلا درتوها في فران كهربائي البنات غادي ديروها في فران بارد تشعلوا عليها من الفوق ومن التحت. وإلا كانت الفرفاره كتكون احسن كديروها على 160 درجه وتحطوها في الطبقه الوسطانيه. راه حتى في الفران تاخذ فران كهربائي تاخذ معكم نص ساعه، يعني الوقت اللي كديروا في الفران الكهربائي قل من الوقت اللي كديروا في الفران الغازي، حيت الفران الكهربائي كيكون غير صغير ومجموع دغيا دغيا كيطيبها. صافي البنات انا غادي نوجد هنا شويه نتاع اللوز رديت من بعد ما طابوا. كنت موجده هنا اللوز، انا كنت محمره واحد شويه نتاع اللوز اللي كنشدو كنحيد له القشره كنطحنو في الهشوار وكنحطو في الفران يتذهب اللون ديالو. من بعد ما تذهب اللون ديالو قسمته على جوج، النص دزت له داك اللون البرتقالي على حسب اللون نتاع البرتقال، وضفت ليه داك النكهه نتاع البرتقال حتى هي داك البرتقال المعسل ضفت ليه واحد شويه. ضفت ليه معلقه صغيره نتاع الناباج ومعلقه صغيره نتاع الكليكوز ورونته خلطته حتى كيرجع معجن بحال هكاك باش كيشد ليا على الحلوه. المهم شحال ما درتو الناباج، الا كانت عندكم كميه كثيره بشحال ما درتو الناباج كديروا قدها تاع الكليكوز وكتخلطوا بها هاد العقده نتاع اللوز. صافي كان الحلوه ما حدها سخونه مخرجاها من الفران البنات كندهنها بالناباج، ما كنكثروا ليهاش بزاف. كنديروا البانسو كنمسحوه كنعصروه من داك الناباج وعاد كنمسحوه على الحلوه باش الحلوه كتعطينا داك البريون وكنلصقوا فيها هاد الشيء اللي بغينا نلصقوه. والحلوه تبقى الناباج كيحافظ عليها مده طويله. المهم كندهنها بحال هكا كلها حتى هاد كعب غزال البنات انا ندهنو وغادي ندير ليه ديك الحلوه داك اللوز مع الجوانب كيعطيه واحد المنظر زوين. الا بغيتو تخليوه غير بحال هكا خليوه بحال هكا، ولا ما بغيتوش دهنوا ديروا الناباج للكعب غزال. انا راه ما كنديرلوش، ولكن هذا حيتاش بغيت نزوقو درت ليه الناباج. المهم الا بغيتو تخليوه سامبل خليوه، اما الحلوه الاخرى كما كانت تكون كديروا لها ضروري الناباج راه بطبيعه الحال درتو انا في كاسرونه وسخنته باش كيولي بحال هكا ما يبقاش داير بحال الجيلاتين كيتسخن كيولي دايب. المهم كندهن به غير شويه بشويه وزينته بحال هكا. درت شويه داك اللوز مع الجوانب نتاع الشهده، شويه اللوز مع كعب غزال مع الجناب، وديك الحلوه نتاع الورده درت ليها داك الشويه نتاع اللوز في الوسط بحال هكا وحطيتهم عاود في اللاطه ودخلتهم للفران. ما حدو سخون، شعلت عليهم على نار قليله، حسبت ليهم 5 دقائق بالحساب. كنحطوه الفوق شويه وعاود ننزلوه لتحت غير كيتشمع شي شويه كنخرجوه، ما كنخليوهش اكثر من القياس. الا خليتوه اكثر من القياس البنات غادي يقساح لكم داك الناباج وتولي لكم الحلوه تولي لكم دايره لكم بحال الحجره. 5 دقائق حسبوا له منين تدخلوه للفران على نار قليله. وهذا هو الشكل النهائي كما كتلاحظوا كتجي معلكه كتذوب في الفم. كنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم. اي حاجه ما فهمتوهاش البنات في الفيديو كتبوها لي في التعاليق وان شاء الله نجاوبكم. نخليكم في امان الله وحفظه والى اللقاء.